تخيل معايا كده 9 شباب أقوياء رياضيين متدربين على أقصى ظروف التلج، يخرجوا رحلة في جبال روسيا، وبعد أيام يتلاقوا كلهم ميتين. مش بس كده، الخيمة بتاعتهم كانت مقطوعة من جوه، بعضهم كان حافي في تلج درجة حرارته تحت -30، وفي جثث كان فيها كسور مرعبة من غير أي جروح خارجية، وفي واحدة منهم لسانها مختفي بالكامل. السؤال هنا بقى، إيه اللي يخلي 9 أشخاص يهربوا من خيمتهم في نص الليل كأنهم شايفين حاجة مرعبة لدرجة الموت؟ النهاردة هحكي لك القصة الكاملة، قصة ممر دياتلوف، واحدة من أغرب وأرعب القضايا اللي لحد النهاردة ملهاش تفسير نهائي. بس قبل ما نبدأ، لو انت بتحب القصص الحقيقية الغامضة والتحقيقات التقيلة، اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس عشان توصلك كل القصص اللي زي دي أول بأول. القصة دي بدأت في أواخر يناير سنة 1959 في الاتحاد السوفيتي، وتحديداً في جبال الأورال. كان في شاب اسمه إيجور دياتلوف، طالب جامعي وعنده خبرة كبيرة في الرحلات الجبلية. قرر يعمل رحلة شتوية صعبة جداً مع مجموعة من أصدقائه. عددهم كان 10 في البداية، كلهم طلبة أو خريجين، وعندهم خبرة كويسة في التسلق والتخييم في ظروف قاسية. الرحلة كانت متخطط لها إنها تكون من أصعب الرحلات، درجة صعوبة توصل للمستوى الثالث، وده أعلى مستوى وقتها في الاتحاد السوفيتي. المجموعة كانت مكونة من شباب عندهم طموح وروح مغامرة، ناس متعودة على البرد القارس ومش أول مرة يواجهوا خطر. لكن قبل ما الرحلة تبدأ فعلياً، واحد منهم تعب وقرر يرجع. القرار ده هو اللي أنقذ حياته. الشخص ده اسمه يوري يودن، وهو الناجي الوحيد، مش لأنه هرب، لكن لأنه ببساطة ما كملش الرحلة. في يوم 27 يناير المجموعة بدأت تتحرك فعلياً وسط الجبال. الجو كان صعب جداً، تلج، رياح قوية، ودرجة حرارة تحت الصفر بكتير. لكن من مذكراتهم وصورهم نقدر نشوف إنهم كانوا في حالة معنوية كويسة جداً، بيضحكوا، بيهزروا، وبيكتبوا يوميات الرحلة بشكل طبيعي. واحدة من أهم الحاجات اللي ساعدت التحقيق بعد كده كانت الكاميرات واليوميات اللي اتلاقت معاهم. من خلالها عرفنا تفاصيل كل يوم تقريباً. كانوا بيتحركوا ببطء بسبب التلج، بيبنوا مخيم كل ليلة، وبيخططوا يوصلوا لقمة اسمها أوتورتن ماونتن. اسم الجبل بالمناسبة معناه في لغة السكان المحليين ما تروحش هناك، وده لوحده كفيل يخليك تقلق شوية. يوم 1 فبراير 1959 المجموعة قررت تعمل معسكر على منحدر جبل اسمه خولات سيخل، والاسم ده معناه جبل الموت. ومن اللحظة دي كل حاجة بدأت تخرج عن السيطرة. اللي حصل في الليلة دي مش بس قتلهم، ده خلى المحققين نفسهم يقولوا القوة اللي قتلتهم كانت قوة طبيعية لكن غير معروفة. في الفصل الجاي هنخش في أخطر جزء في القصة، إزاي فرق الإنقاذ اكتشفت الكارثة، شكل الخيمة من جوه، وأول صدمة حقيقية خلت الكل يشك إن في حاجة مش طبيعية. بعد ما مجموعة إيجور دياتلوف اختفت، كان المفروض يرجعوا في ميعاد معين ويبلغوا إنهم خلصوا الرحلة، بس الميعاد عدى ومفيش أي رسالة
ولا أي خبر. في الأول الموضوع اتاخد على إنه تأخير عادي، لكن لما الأيام عدت القلق بدأ يكبر. أهالي الطلبة بدأوا يضغطوا على الجامعة، والجامعة بدورها ضغطت على السلطات، وفي الآخر اتشكلت فرق بحث فيها متطوعين، طلاب وعسكريين. الناس دي كانت فاكرة إنها رايحة تدور على مجموعة تايهة، مش رايحة تحقق في واحدة من أغرب القضايا في التاريخ. يوم 26 فبراير 1959 فرق البحث وصلت أخيراً للمنطقة اللي المفروض يكون فيها المعسكر. أول حاجة شافوها كانت خيمة، بس مش أي خيمة. الخيمة كانت ممزقة بالكامل، لكن الغريب مش متقطعة من بره، متقطعة من جوه. كأن اللي جواها كانوا بيحاولوا يهربوا بأي طريقة، حتى لو هيقطعوا الخيمة بإيديهم. لما دخلوا الخيمة لقوا كل حاجة تقريبا مكانها: هدوم شتوية تقيلة، أحذية، أكل، معدات. يعني ببساطة الناس دي خرجت من غير ما تلبس، في درجة حرارة ممكن توصل ل-30، وده لوحده كفيل يقتل أي حد في دقايق. بره الخيمة لقوا آثار أقدام ماشية في اتجاه واحد. الغريب بقى بعضها حافي، بعضها بجوارب بس، وبعضها بحذاء واحد، وكأن الناس دي خرجت على عجل، مش بتفكر بس بتهرب. والأغرب مفيش أي آثار صراع ولا جري عشوائي. الآثار كانت هادية، كأنهم مش بيهربوا من حاجة بتجري وراهم، لكن من حاجة هم شايفينها ومرعباهم لدرجة الشلل. الآثار كانت رايحة ناحية غابة قريبة حوالي 1.5 كيلومتر من الخيمة. فرق البحث قررت تمشي وراها، وكل خطوة كانت بتزود الإحساس إن في حاجة مش طبيعية. تحت شجرة ضخمة لقوا أول جثتين. كانوا الاتنين من الفريق، شبه عريانين، لابسين هدوم خفيفة جدا. واضح إنهم كانوا بيحاولوا يولعوا نار، في بقايا حطب حوالينهم، بس النار ما كانتش كفاية. الأجسام كانت متجمدة، والوضعية توحي إنهم كانوا بيحاولوا ينجوا لآخر لحظة. الشجرة نفسها كان فيها فروع مكسورة على ارتفاع كبير، كأن حد طلع فوقها بسرعة بيحاول يشوف حاجة أو يهرب. بس يهرب من إيه؟ بين الشجرة والخيمة لقوا 3 جثث تانيين. واحد منهم كان إيجور دياتلوف نفسه، واللي غريب إنهم كانوا واقعين في اتجاه الخيمة، يعني كانوا بيحاولوا يرجعوا لكن ما قدروش. لحد اللحظة دي التحقيق كان بيقول إن السبب ممكن يكون تجمد بسبب البرد، لكن ده كان لسه البداية بس، لأن اللي هيتلاقى بعد كده هيغير كل حاجة. لو انت لحد هنا أكيد حاسس إن الموضوع مش طبيعي، اكتب في الكومنت إيه أول تفسير جه في بالك، وكمان ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان تكمل معانا القصة للنهاية، لأن اللي جاي أغرب بكتير. بعد شهور من البحث، وفي مايو تحديداً، التلج بدأ يدوب، وهنا لقوا باقي الجثث، لكن مش على السطح، مدفونة تحت التلج. أول ما الجثث دي ظهرت المحققين اتصدموا.
الإصابات ما كانتش طبيعية، كسور قوية في الصدر، جماجم متهشمة، لكن من غير جروح خارجية تقريبا، كأنهم اتعرضوا لقوة شبه حادثة عربية بسرعة عالية، لكن من غير أي أثر للحادث. واحدة من البنات كان اسمها ليودميلا دوبينينا. الجثة بتاعتها كان فيها حاجة مرعبة، لسانها مش موجود، وكمان أجزاء من العينين، وده فتح باب لأسوأ الاحتمالات. دلوقتي بقى عندنا خيمة متقطعة من جوه، ناس خرجت شبه عريانة في البرد، آثار أقدام هادية وغريبة، جثث بإصابات مستحيل تحصل طبيعي، وأجزاء مفقودة من الجسم. السؤال بقى، هل ده كان حادث ولا في حاجة تانية كانت موجودة معاهم في الجبل؟ في الفصل الثالث هنفتح ملفات التحقيق الرسمية ونشوف إيه اللي الحكومة السوفيتية حاولت تخبيه، ولو في فعلاً حقيقة مرعبة اتدفنت مع التلج. بعد ما اتلقت كل الجثث، الموضوع ما بقاش مجرد حادث في الجبل، بقى قضية رسمية. الملف اتفتح، والمحققين بدأوا يحاولوا يفهموا إيه اللي حصل في الليلة دي. القضية اتسلمت لمحقق اسمه ليف إيفانوف، راجل عنده خبرة وشاف قضايا كتير قبل كده، بس المرة دي الوضع كان مختلف. كل دليل كان بيزود الغموض. التقارير أكدت حاجات غريبة جدا. أول مجموعة ماتت بسبب انخفاض شديد في درجة الحرارة، لكن المجموعة التانية كان عندها إصابات قوية جدا، زي كسور في الضلوع، تهشم في الجمجمة، لكن من غير جروح خارجية تقريبا. وده خلى الأطباء يقولوا القوة اللي سببت الإصابات دي مش طبيعية بالنسبة لظروف عادية. المفاجأة الغريبة إن لما فحصوا هدوم بعض الضحايا لقوا حاجة مش مفهومة، نسبة إشعاع أعلى من الطبيعي، مش عالية جدا لكن كفاية تخلي الموضوع مريب. السؤال بقى، إشعاع جاي منين؟ وفي منطقة ما فيهاش مفاعلات ولا تجارب معلنة. في نص التحقيق حصلت حاجة أغرب من كل اللي فات. المنطقة بالكامل اتقفلت، ممنوع أي حد يدخل ولا حتى الباحثين، والملف نفسه اتقفل بسرعة. والسبب الرسمي وفاة نتيجة قوة طبيعية غير معروفة. جملة غريبة جدا، كأنهم بيقولوا في حاجة حصلت بس مش هقولك إيه. في نفس الفترة ناس كتير في مناطق قريبة من الجبل قالوا إنهم شافوا أضواء غريبة في السماء، كرات مضيئة بتتحرك بشكل غير طبيعي وفي نفس التوقيت تقريبا. هل ليها علاقة ولا مجرد صدفة؟ أشهر تفسير اتقال إن اللي حصل كان انهيار جليدي. الفكرة بتقول التلج انهار على الخيمة، خافوا وقطعوها وخرجوا بسرعة، ضاعوا في البرد وماتوا. بس المشكلة مفيش آثار انهيار قوي، الخيمة مكانها مش متدمر بالكامل، آثار الأقدام كانت هادية مش جري. يعني النظرية دي فيها ثغرات كبيرة. في نظرية تانية بتتكلم عن ظاهرة اسمها انفراساوند. دي موجات صوتية منخفضة جدا، ممكن تسبب خوف مفاجئ، هلع، إحساس إن في خطر. الفكرة إن الرياح في الجبل خلقت الصوت ده وخلاهم يهربوا بدون تفكير. غريبة بس لسه مش مفسرة كل حاجة. في ناس قالت إن المنطقة
كان بيحصل فيها تجارب عسكرية سرية، صواريخ أو أسلحة، وده ممكن يفسر الإشعاع، الأضواء في السماء، الإصابات القوية، لكن مفيش دليل رسمي يثبت ده. في فرضية بتقول إنهم اتهاجموا، سواء من ناس أو حتى حيوانات، بس مفيش آثار صراع، مفيش جروح دفاعية واضحة، مفيش آثار أقدام غريبة، فالنظرية دي ضعيفة جدا. في الطب في ظاهرة اسمها paradoxical undressing. لما الإنسان بيقرب من الموت بسبب البرد ممكن يحس بحر شديد فجأة ويبدأ يقلع هدومه، وده ممكن يفسر ليه بعضهم كان شبه عريان، بس برضه مش بيشرح الإصابات. كل نظرية بتحل جزء وتسيب أجزاء تانية. مفيش تفسير واحد قدر يجمع كل الأدلة مع بعض، وده اللي خلى القضية دي تفضل لغز لحد النهاردة. 9 أشخاص خرجوا رحلة وما رجعوش، لكن اللي مرعب فعلا مش إنهم ماتوا، المرعب هو إننا لحد دلوقتي مش عارفين ليه. دلوقتي دورك، شايف إيه أقرب تفسير؟ انهيار جليدي؟ تجربة عسكرية؟ ولا في حاجة تانية محدش شايفها؟ اكتب رأيك في الكومنت، ولو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان القصص الجاية ممكن تكون أغرب